عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده عايزين نعمل كذا حاجه مع بعض، كذا فكره. طبعا كلنا في كل بيت عندنا القمصان الرجالي دي. طبعا بتبقى دابت بالمنظر ده، والكم هو اللي بيدوب والقميص بيبقى من جوه سليم زي ما انتوا شايفين. انا عندي بقى الخداديه اللي هي بتاعت رمضان دي اهي، شايفين؟ هاجي بقى هقيس الايه القميص بتاعنا كده اهو. عايزه تعمليه كده، عايزه تعملي زي ما انت عايزه، بس انا شايفه كده عشان يبقى محبوب. تمام كده. هبدأ بقى ان انا اخد المقاس بتاع الخداديه بتاعتي. هطلع بقى بالكم كده، لان انا هضيق برضو فيه من الجناب، بس انا اهو هشيل الكم كده من هنا ومن هنا اهو. تمام كده. هاجي بقى عند القطعه دي وابدأ ان انا اقص. هخلي الزرار ده عشان يفضل ماسك القميص بتاعنا. تمام كده اهو. انا سايبه في الخداديه براح. طبعا كل ده هاخده في الخياطه. تمام كده. ادي الخداديه من الناحيه دي. هنا بقى اهو برضو هاجي هقص بقى من هنا كده اهو، عشان طبعا الدوران اللي هنا اهو. كده الخداديه خلاص خلصت، شايفين؟ هبدأ بقى اقفل من هنا ومن كل الجهات. انا هقفل من فوق ومن تحت عشان الجنبين مقفولين. تمام كده. وهاجي بقى على الخدادية بتاعتنا اهي، شايفين؟ ايه رأيكم بقى بالفكرة؟ وهندخلها من زراير القميص. يبقى احنا استغلينا القميص القديم. طبعا كمامه ما كانتش ينفع خالص. بصوا شايفين الكم عامل ازاي؟ ما كانش ينفع تماما. ودول بقى ممكن نستعملهم حتت للبوتاجاز. دي اول فكرة معانا. تمام كده. هنروح على المكنه كمان ونخيطها. بس حبيت اقول لكم، انا اشتريت الدواسه دي. هي يعني مش عارفه عجبتني، بس لما جيت قاتمه قوي وسودا كده، فخلاص هعمل عليها ويلكم دي. لاني طبعا بصوا الدواسه دي بتتحرك، وبعد ما غسلتها وطلع البلاستيك من عليها طلعت يعني ما بقتش حلوه زي الاول. تمام كده. هجيب ابره وخيط اهو زي ما انتم شايفين كده، وابدا بقى ان انا اثبت الدواسه دي اهي. هبدا اثبتها على دي الابره. ممكن تثبتيها بالشمع وممكن تثبتيها بالابره والخيط. بصوا انا ثبتها اهو، خيطتها من فوق ودلوقتي بخيطها وبثبتها من تحت عشان اهو. بصوا سهله جدا، مش هتعملي اي حاجه غير انك تقفلي الاربع جناب بتوعها بس اهو، وتغيري شكل الدواسه كانك اشتريتي دواسه جديده، وكلها بامكانيات البيئه البسيطه. يعني بصوا ما فيهاش اي حاجه. بتثبتي القطعه اهي، وتبداي بقى تشوفي الحته اللي سالكه اهي، تضغطي تروح داخله اهو، ما فيهاش اي حاجه اهي. وبرضو تبقي عملتيها مثلا ممكن تحطيها على دخلة باب الشقه. طبعا الحاجات دي بتبقى ملفتة انها جديدة، يعني ان حاجة جديدة من الحاجات القديمة اللي عندك. وبرضو انت كده ما كلفتيش نفسك من امكانيات البيئة برضو. تمام كده. هثبت بقى اهو، ونروح عند القطعة التالتة اهو. بصوا بقت جامدة ومتينة ومفيهاش اي حاجة اهي. هخلص بقى الجنبين دول وارجع لكم. عايزة اقول لكم بقى اهو، بصوا انا كده خلصت المشاية معانا اهي. تمام كده. بصوا بقت جميلة جدا وشكلها اتغير تماما. تمام كده اهو. كده خلصناها. في بقى معايا كمان حاجة جديدة برضو، مش جديدة يعني، هي ستارة كانت قديمة. وطبعا انتوا عارفين الستائر دي موديلها بطل خلاص. فجبت الحتة دي من السوق يوم الخميس اهي. بصوا هي دي بتتعمل مثلا بندانات او حاجة، لقيتها بتمط كده، بس هي كانت عنده كده حاططها. اداني المتر اهي، المتر عامل 10 جنيه. بصوا تحسوها كأنها جبير. يعني انت ممكن لو انت عايزة تعملي جبير على الخداديات ممكن تقسميها، او على الفرش ممكن تقسميها وتتعمل
دورين. بس انا هعملها على دي كده، على الستارة بتاعتي دي اهي. هبدأ بقى ان انا اثبتها على الخط ده اهو، وتبقى بالمنظر ده، يعني ان هي تتخيط من على الوش كده، وتبقى فرشة للكنبة اللي انتوا شفتوها الزيتي اللي بره. يبقى دي فكرة ان احنا هنعمل الجبير على الستاير القديمة. وطبعا القميص اللي عملناه هنا برضو دي خدادية رمضان، عايزة اخلي اللون كشمير، فلقيت حتة قماشة عندي هعملها عليها، واحاول ان احط لها اي ستيكر كده يليق معاها. في كمان ايه الفكرة معانا، بعمل مفرش لترابيزة الصالون، بس هنروح نخيط كل ده على المكنة ونتقابل مع بعض على المكنة. وهنا بقى زي ما انتم شايفين، بصوا انا بحاول ان انا ايه اضيق الخدادية عشان تبقى على قد على قد الخدادية، الكيس بيبقى على قد الخدادية اهو. تمام كده، جايبه له بقى الشكل ده. بصوا ده هحطه عليها بقى، طبعا هي كشمير، فيها الكشمير في الايه الزيتي ده. هنيجي بقى للايه للخداديه بتاعتنا اللي هي القميص بتاع الرجال اهو. بصوا هبدا بقى ان انا ايه اقفله اهو. طبعا الجنب ده متقفل وكل حاجه، بس انا عايزه اخده عشان يعني احاول ان انا ايه اطلع شكل الكم ده منه اهو. هنضيقه بقى ايه زي ما احنا عايزين. انا بحب كيس الخداديه يبقى محبوب كده على الشكل اهو. طبعا هنا الحته دي بقى بتاعت الكم اهو. ممكن انزل بيها كده للاخر. وهنا زي ما انتم شايفين كده نخيط الايه القميص بتاعنا طبعا اهو. بقفله كده من كل الجهات. خلصنا الخداديه دي هلبسها برضو اهو. انا بس عايزه اوريكم القميص لما نقلبه اهو. بصوا الزراير بتاعته اهي اهو. وتحاولي برضو ان انت تظبطي عشان ما يطلعش برضو ملوح معاكي اهو. بصوا اهو تمام كده هتمشي بقى معاه. وهنا هنقلب بقى شكل الخداديه ده اهو. بصوا بقى انا قصدي ان احنا نحط الستيكر بقى يبقى بالشكل ده. شايفين شكل الخداديه اهي؟ شايفين شكل الخداديه بالستيكر اللي عليها؟ الستيكر ده بيتباع ب10 جنيه في السوق، وحلو جدا. ممكن تحطيه على ترنجات ولادك او تحطيه على الخداديات، يدي شكل حلو كده. هلبسهم وارجع لكم. وهنا اهو بقى دي اخر قطعه، لقيت المكوك فاضي، فدي اخر قطعه بقى اللي هي بنشطب بيها القميص الرجالي بتاعنا، اللي نقدر نعمل له اعاده تدوير بطريقه سهله وبسيطه جدا اهو. اهو حاول افتح الحته دي عشان فيها ترحيل بسيط اهو. تمام كده. كده القميص بقى خلص. عايزه اوريكم بقى الخداديه اهي. الخداديه لبسناها، شايفين شكلها؟ هتبصي كده بالنظر كده وتعملي بقى بنطه كده اهي، تثبتي بيها الايه الشكل بتاعك اللي انت عايزاه اهو. بصوا بسيطه جدا مفيهاش اي حاجه اهو. ثبتها هنا. هاجي عند الودن التانية اهو، بحاول اني اوريها لكم. هاجي عند الودن التانية بتاعة الدبدوب اهو، واروح برضو عاملة وهنا في جسم الدبدوب اهو. هندي شكل خدادية فيها الالوان بتاعة الستيكر اللي عليها فيها الالوان بتاعة الخدادية. وهنا بصوا اهو ثبتنا الخدادية من 3 اماكن
اللي هما موجودين فيها اهو. بصوا مفيهاش اي حاجة، بسيطة وسهلة جدا، وتقدري تغيريها، تقدري تحطيها لترين جبنك بعد كده لو انتي حبيتي تغيري لون الخداديات. فالخياطة دي بتبقى حاجة كده في البيت ضرورية. بصوا شكل الخدادية، حد يتخيل ان الخدادية دي لسه عاملينها مع بعض؟ اهي شكلها حلو جدا اهي، شايفين؟ هنكمل بقى، هنكمل الايه الخدادية التانية بتاعتنا اللي هي بتاعة القميص الرجالي اهو. هنلبسها طبعا. هنعمل ايه بقى؟ ولا سوستة ولا اي حاجة، هنفتح القميص الرجالي بقى كده اهو. شايفين الزراير بتاعتنا اهي، وطبعا اما ندخل المخدة هنقفلها بطريقة سهلة بسيطة جدا ما فيهاش اي حاجة اهو. بصوا في الحالة دي بقى هجيب الخدادية اهي معاكم اهو. يبقى انت عملتي خدادية من اعادة التدوير بتاعة القمصان الرجالي اهو. بصوا اهو. هجيب بقى الخدادية الرمضانية بتاعتنا دي اهي، طبعا هيجي لها وقتها باذن الله ان كان لينا عمر اهو. وتلبسيها بالشكل ده اهي، ما فيهاش اي حاجة. وتروحي جايبة الناحية التانية تلبسيها برضو بنفس الشكل اهو. تقفلي بقى خداديتك بالزراير بتاعتنا اهو. بصوا الزراير اهي هتشتغل، شايفين؟ بسيطة جدا وسهلة جدا، وتقدري تعمليها على ايدك. بصوا ما خدتش اي حاجة، انتي قفلتي بس الجنبين اللي هنا. لو عايزة تضيقيها براحتك، عايزة تخليها واسعة براحتك زي ما انتي عايزة. كل اللي عملناه ان احنا سدينا جنبين وشغلنا الزراير بتاعتنا زي ما انتوا شايفين اهي. زراير القميص والعراوي وكل حاجة اشتغلت وبقت خدادية في منتهى الجمال. وهنا بقى بصوا قطعة الجبير المتر بتاعها عامل 10 جنيه اهي. جبتها هي عاملة 2 وربع، خدتها ب20 اهو. بصوا مفيهاش اي حاجة غير انك بس تتني على الستارة بتاعتك القديمة. انا كان نفسي اوريكم اللي انا كنت بعمله دلوقتي، مش هتصدقوا. كسوة كرسي عملتها لكسوة الكنبة، وحطيت ظهر بشكل مختلف، يعني هو الظهر منها فيها بحاجة تانية بنفس اللون، يعني نفس القماشة برضه اهو. بصوا بصوا بتخيطي كده الستاير القديمة اللي عندك، تقصيها على قد الكنب بتاعك وتعملي الشكل ده. بصوا في منتهى الجمال اهي، ما خدتش مني اي حاجة. وقطعة جبير اهي، يعني دي اصلا انا كنت ممكن اقسمها من النص وتشتغل بدل القطعة قطعتين، بس انا قلت لا خليها، انا مش هحتاج اللي هيفيد من في حاجة، لكن هي كده هتبقى تطريز من فوق ومن تحت تمام كده اهو. هشغلها لحد اخر قطعة معانا، هخلصها وارجع لكم. وهنا بقى عايزه اوريكم حاجه. بصوا انا شغاله بقى اعاده تدوير للطرح، ودلوقتي الخمار ده انا مش بحب البسه، فخدت الجبير اللي عليه اهو وهعمله للقطعه اللي احنا قصيناها ستاره. من الستاره هنعمل ايه؟ حتت للكنب، كنب الانتريه اهو. بدل ما تشتري يعني كسوه، لا انت ممكن تعملي من اعادة تدوير الستاير القديمة اهو. بصوا حاجات بسيطة قوي اهو. ده خمار قديم اهو، وهاخد الجبير منه اهو. الخمار اهو خلاص كده انا اخدت منه الجبير بقى خلاص. هبدأ بقى ان انا هحدد الحتة اللي هركب منها الجبير بتاعنا اهو. بصوا بتظبطي بقى الوش على الوش اهو، طريقه بسيطه وسهله ما فيهاش اي حاجه. بتحطي الوش على الوش وتبداي ان انت تخيطي اهو. بصوا يبقى كده بدل ما نشتري دانتيل ولا حاجه، هنركب الجبير اللي موجود على الخمار القديم. عارفين الخمارات اللي بتبقى جايه من السعوديه دي اهو، عملنا له اعاده تدوير وخدنا الجبير. بصوا هنشغله
للستاره. طبعا هو كان عايز بقى يتغسل بس مش مشكله اهو، بس شغلته على القطع اللي احنا هنعملها فرشه للكنبه. وهنا بقى بصوا بعد ما خيطته بعيد عليه دور تاني كده اهو. بصوا بتني الخياطه كده عشان طبعا مش هعملها اوفر اهو، وارجع تاني ادوس عليه اثبت الايه الخياطه بتاعتنا بطريقه بسيطه جدا اهو. خلاص كده هنخلص القطعه ديت اهو. انا عايزه اوريكم في فيديو كده، هوريكم الشقه بعد ما فرشت الريسبشن اهو. بصوا بقت بطريقه حلوه جدا اهي، شايفين حلوه قوي. وهنا بقى بصوا دي طرحه كانت كبيره عندي شكل الخمار كده، فما كنتش بحبها قوي ان هي فيها ترتر كتير، فقلت خلاص احنا نعملها مع بعض كده خداديه برضو اهو. هبدا بقى ان انا ايه اقسم بالنص كده. طبعا هي ما كانتش هتقضي ان انا اعمل بيها كذا خداديه، فقلت خلاص انا هعملها معاكم واحط لها الظهر حاجه تانية اهو. هبدأ بقى ان انا احط كده القطعة قدامي اهي واقسمها بالنص. نقسمها كده اهو تمام زي ما انتوا شايفين كده. بقص المنتصف بتاعها اهو. وطبعا القطعة دي اي قطعة جل عندك اهي، هوريكم طريقة لعمل خدادية سهلة جدا. بصوا اهو طبعا اي قطعة جل حتى لو فانيلة زوجك اهي. بصوا هتبدأي بقى تقسمي القطعة دي اهي. بصوا هعمل ايه بقى، هحط القطعة دي على القطعة دي واقفلها اهو. بصوا طريقة سهلة جدا وبسيطة، وهتقدري تعملي كذا خدادية من الطرح القديمة لو هي شكل الايه الفرش عندك. بصوا اهو هبدأ بقى ان انا امشي بيها للاخر. وهنا حابة اوريكم بصوا انا بقفل القطعة دي اهي، شايفين ايه ده كده فتحة الخدادية فين؟ هقول لكم دلوقتي مفيش ليها فتحة. انا كده قفلت كده اهو. ادي الجنب الرابع. ايه ده يا منال امال هتدخلي الخدادية منين؟ هقول لكم دلوقتي. بصوا بقى ادي الجنب الرابع انا بقفله اهو كده، مفيش فتحة للخدادية ادخلها منها. طب هنعمل ايه اهو. بصوا بقى ادي الجنب الرابع قفلته. طبعا الحته الجل اللي احنا حاطينها دي ايه، دي بتمط تمام كده اهو. بصوا بتمط جامد قوي اهو. بصوا هاجي برضو هنا واروح قافله القطعه دي. انا عايزه 3 خداديات من دي اهو. انا بثبت بس المكنه اهو. طيب هنعمل ايه بقى كده، هندخل خداديه منين؟ بصوا بقى هاجي هنا واروح فاصله دي كده عندي اهي. بصوا وابدا اخد فتحه صغننه اهي وادخل منها المقص اهو، شايفين؟ ونقلب بقى الخداديه بتاعتنا المقفوله من كل الجهات. بصوا فتحه صغننه كده تقدري تلبسي الكيس وتقلعيه. يبقى احنا عملنا بزراير القميص وعملنا بالسوسته، ودلوقتي هنعمل بقى الخداديه اللي من غير اي حاجه خالص. هي فتحه فتحناها اهو في الخداديه في ظهر الخداديه من ورا، وهنلبس منها الخداديه دلوقتي تشوفوا. وهنا بصوا بقى بلبس الخداديه اهي. بصوا شكلها اهي وشكل الورده اللي فيها. طبعا كطرحه مش هتنفع، لكن هي خداديه لقيتها هتبقى شكلها جميل جدا اهي. وبحاول اظبط بقى الشكل معانا اهو. بصوا شكل الورد طبعا جميل جدا. دي خداديه كبيره اهي، انا حاولت ان انا ايه اضيقها. دي بقى الخداديه الثالثه اللي احنا بنعملها مع بعض. طبعا بقسم اهو، بقسم القطعه اللي احنا هنعمل لها الايه الحرف بتاعها
عشان تبقى في النص اهو. بصوا طريقة سهلة جدا، تقدري تعملي خدادياتك باشكالها. طبعا انا هوريكم في الفيديو، انا بحاول اشطب الشقة عشان تشوفوا الحاجات اللي انا عملتها اهو. بصوا بحاول ايه اظبط، لان طبعا انتوا عارفين القماشة بتمط اهو. بحاول اظبط لها اهو. هندخل بقى خدادية اصغر، انا حابة اوريكم الكبيرة واوريكم الصغيرة، الاتنين بيدخلوا اهو. ليه بقى؟ علشان القماشة اللي معانا دي، بصوا القماشة دي لكرة بتمط، فبتدخل الخدادية الكبيرة، وبرده الخدادية الصغيرة برده بتخش اهو. بصوا بحاول ان انا اظبط من هنا زي ما انا عايزة اهو، وابدأ بقى ان انا ايه احط القماشة بتاعتنا، وابدأ ان انا اخيطها بطريقة سهلة جدا ما فيهاش اي حاجة اهو. واللي بيخيط ده بينجد الانتريهات بيعمل لك الخداديه ب 100 جنيه. طب احنا نعمل بقى كذا خداديه اهو اهو، كذا خداديه، وهتعمليهم بايه؟ ببلاش اهو، من اعاده تدوير الطرحه القديمه، اي حاجه، قميص قديم، اي حاجه هتشتغل معاكي اهو. بصوا الطرحه القديمه هنلبسها الخداديه بقى صغيره. وهنا بقى فاكرين الخداديه دي كانت برضو طرحه قديمه عندنا اهو. بصوا طبعا بتقيسي بقى انت عايزه تفتحي الفتحه منين اهو. هاخد برضو القطعه اللي قلتلكوا عليها دي اهي. طبعا تتاكدي ان انت مش واخده القماشه من ورا اهو، لازم ناحيه واحده بس اهو. بصوا تفتحي بقى على قد ما انت عايزه تدخلي الخداديه بتاعتك. طبعا شكل الخرز جميل، هخليه من الناحيه دي، وابدا بقى ايه اقلب الخداديه بتاعتنا كده اهو. لازم تتكي على الاحراف دي كده اهي عشان تبان، وتبداي بقى تحددي ده انا هخليها كده او هخليها كده. تمام كده، بسيطه وسهله اهو. ودخلي طبعا القماشه اللي بتمط بتخش بسهوله اهو. هتكه كده عليها اهو، وادخلها بكل سهوله. وهنا بقى حبيت اوريكم، بصوا من الطرحه اهو لسه بقيه الطرحه موجود. عملت الثلاث خداديات دول اهو، الثلاثه دول من الطرحه. وطبعا الورده دي حلوه قوي عجباني. بصوا ممكن اقصها كمان واحطها على الخداديات الكبيره. ودي طبعا الاستيكر اللي بيتباع حطيته على الخداديه هنا. بصوا شكل الخداديه طبعا باين قدامكم. ودول الستاير القديمة اللي احنا حطينا لها الجبير بتاع الخمار وعملنا اعادة تدوير. ودي كنت جايباها المتر ب10 جنيه. وطبعا هنا زي ما انتوا شايفين الايه المشاية اللي عملناها وجددناها بطريقة بسيطة وسهلة. وهنا طبعا القميص الرجالي اللي عملنا له اعادة تدوير وبقى بالمنظر ده، والكمام بتاعته البايظة اللي احنا هنرميها دي هناخد منها الزراير وخلاص. بصوا كلها افكار بسيطة وسهلة جدا اهي. وادي الخداديات الكبيرة هتشوفوها بقى وهي محطوطة على الايه على الكنبة. وكده اقدر اقول لكم عملت اعادة تدوير ستاير قديمة، دواسات قديمة، قمصان، هنا برضو خداديات عملت اشكال كده. بحاول ان انا استعرض معاكم الشكل اللي عملته النهارده معاكم، فيديو واحد بس فيه كذا فكرة. اتمنى افكاري تعجبكم وتجربوها، واشوفكم بخير في الفيديو القادم. الى اللقاء، باي باي، سلام عليكم.